أما المثال الأخير فيخص محاربة الفساد التي شكلت شعارا مركزيا في البرنامج الانتخابي لحزب العدالة والتنمية، ومحورا أساسيا في برنامج الحكومة الحالية. والحقيقة أنه لم يسبق لأي حكومة مغربية أن توفر لديها ما توفر لهذه الحكومة من الشروط المساعدة على تحقيق انتصار حاسم على الفساد والرشوة والامتيازات. فهل نجحت هذه الحكومة في القضاء على الفساد؟ أو وضعت خطة وطنية محكمة للحد من آفاته؟ إننا نترك الجواب لجمعية ترانسبارنسي التي اعتبرت في تقريرها السنوي أن حصيلة الحكومة التي جعلت من محاربة الرشوة أولوية مطلقة هي حصيلة مخيبة للأمان. ومثل ما هو الأمر في جميع القضايا الوطنية الكبرى، لم تقترح الحكومة أي استراتيجية واضحة لمحاربة الرشوة، بل اكتفت بمجرد تصريحات تعبر عن النوايا، واكتفى رئيسها بالتعبير عن أسفه الشديد للتصنيف الأخير الذي كشفت عنه خلاصات تقرير منظمة الشفافية الدولية المعروفة بترانسبارنسي لسنة 2013. لقد اعتبر رئيس الحكومة في كلمة الافتتاحية للمجلس الحكومي أخيرا أن هذا التصنيف رسالة غير سارة، وأنه لا بد من الاعتراف بتراجع المغرب في محاربة الرشوة. لذلك لا بد أن نسجل التحول الطارئ في خطاب رئيس الحكومة عندما تواضع لله واعترف بعدم تحقيق حكومته للنتائج المطلوبة، ووعدنا بأن تظل النية معقودة لتحسين الوضع في السنوات المقبلة عن طريق دراسة معمقة لهذا الموضوع. وفي انتظار أن تنجز الحكومة دراستها المعمقة عن الفساد قبل أن تتفرغ لمحاربته، فإننا نتمنى أن ينتبه رئيسها قليلا إلى أرجاء بيته، وأن لا يترك كل من هب ودب في حزبه يذهب إلى التلفزة لكي يقول للمغاربة أن كل الأحزاب باستثناء العدالة والتنمية هي أحزاب فاسدة، والذين يقودونها كلهم مفسدون من أصحاب الشكارة ومجتمعون لتوزيع الهموس. لا عم، نتمنى أن يذكر رئيس الحكومة إخوانه في الحزب أن ذلك الشخص الفاسد الذي ظهر في شريط مصور يتلقى رشوة بينة من أحد التجار وتوبع في حالة اعتقال لم يكن سوى الكاتب الإقليمي للعدالة والتنمية بميدلت ورئيس مجلسها، وأن من تم اعتقاله في قضية اختلاس الشعير المدعم ومحاولة الاتجار به ومستشار عن حزب العدالة والتنمية بزاوية سيدي حمزة بذات الإقليم، وأن الرئيس السابق للمجلس البلدي لمكناس الذي لم ينهي ولايته على خلفية خروقات تتعلق بتسيير جماعي، والذي تم استدعاؤه مؤخرا في التحقيق معه للنظر في قضية استغلال النفوذ والإطراء الغير مشروع، هو أيضا منتخب ينتمي للعدالة والتنمية. وأن ذلك الشخص الذي اعتقل وحكم بتهمة الترويج الدولي للمخدرات لم يكن سوى الكاتب المحلي لحزب العدالة والتنمية بجماعة دار العسلوجي بسيدي قاسم، وأن صاحب فضيحة ميناء الجزيرة الخضراء الذي ضبطته مصالح الأمن الإسباني بصدد تهريب مبلغ مالي من العملة الصعبة إلى إسبانيا لم يكن سوى نائب رئيس الجماعة الحضرية بالفنيدق منتخبا عن حزب العدالة والتنمية، وأن ملف رئيس ديوانه في الأخير لا زال حاضرا في ذاكرة سكان مدينة سنة، وأن الذي تدخل لدى مؤسسة بنكية لصالح نجل رئيس حركة التوحيد والإصلاح لم يكن سوى عضوا في الأمانة العامة لنفس الحركة ووزيرا للاتصال وناطقا باسم حكومة العدالة والتنمية.